السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام كلام الله عز وجل، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ اليوم بشرح بردك درس من دروس التجويد للمبتدئين. هنتكلم اليوم عن درس أو عن حاجة عن اللحن، التعريف إيه هو اللحن وأنواع اللحن والفرق بينهم. اللحن هو ده عبارة عن إيه؟ اللحن هو خطأ في قراءة القرآن الكريم. خطأ في قراءة القرآن الكريم. طب ينقسم اللحن ده لنوعين: لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي اللي هو لحن عبارة عن خطأ بيطرأ على اللفظ القرآني فبيخل بمعنى الكلمة. يعني لما بنيجي نقرأ مثل كلمة في القرآن فبيقرأ فيها خطأ لما تقراها خطأ، فده بيخل بمعنى الايه الكلمة بمعناها، سواء بمعناها او استبدال حرف مكان حرف او حركة مكان حركة. فده طبعا يعتبر حرام، حرام بالإجماع. بيقسم القارئ بفعل الايه اللحن الجلي، يقسم عليه. خلاص، ولا سيما ان كان هو متعمد ان هو يقرأ القراءة ويكون فيها الخطأ في معنى الكلمة. طب في نوع تاني اللي هو اللحن الخفي، هو خطأ بيطرأ على اللفظ القرآني فبيخل بعرف القراءة، أو خطأ مثل في القراءة. خطأ في القراءة يعني مثل وهو القارئ بيقرأ مثل بيترك، بيسيب غنة، ما بيقولش الغنة، بيسيب المد، بيسيب الإدغام، أو أي حاجة من أحكام القراءة، فده مكروه. وده ده مكروه. النوع اللحن ده بيكون مكروه. خلاص. حكم اللحن الجلي ده حرام بالإجماع، وبالأخص زي ما احنا قلنا لو تعمد القارئ أو تساهل فيه. لكن حكم اللحن الخفي ان احنا قلنا ده مكروه. بكده خلصنا الدرس، واللي عنده اي استفسار يكتب لي في التعليقات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.